فإذا كنت داعية حقا وصدقا فعليك بأن تكون على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. وأعظم سبيل في الدعوة أن تدعو الناس إلى التوحيد. التوحيد أولا، وأعظم شأن هو التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوة الناس إلى التوحيد وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، واستمر يدعو إلى التوحيد إلى أن مات صلى الله عليه وسلم وهو يعظم التوحيد ويدعو إلى التوحيد. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى التوحيد تفرق الناس، التحذير من الشرك ينفر الناس، بل النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد وحذر من الشرك، حتى أن أهل مكة أرادوا أن يعطوها الملك، قالوا إن أردت الملك ملكناك وإن أردت الزواج زوجناك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقول اجعلوني ملكا، ثم بالعدل والحسنى والعبادة الطيبة يجلب الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى إلا أن يدعو الناس إلى التوحيد وأن يحذرهم من الشرك. هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا سنة الأنبياء، وهكذا سنة الأخيار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. على هذا كان سلفنا الصالح، وبه تتحقق الحكمة. لو أنك يا عبد الله دعوت مسلما إلى التوحيد وأنقذته من الشرك، كان يدعو غير الله يا ولي يا فلان يا كذا، فعلمته أن الدعاء لله عز وجل وأنه عبادة ولا يجوز أن يصرف منه شيء إلا لله سبحانه وتعالى، فأقبل إلى الله، فقد أنقذته من النار وإن كان عنده تقصير. أما إذا أبقيته على شركه ودعوته إلى الصلاة ودعوته إلى الصيام ودعوته إلى الأخلاق وهو لا يزال على شركه، فإنك لم تنفعه، فإن الله لا يقبل العمل حتى يوحد العبد ربه سبحانه وتعالى. فإياك أيها الداعية أن يغرك الشيطان، أو أن تتطلع إلى المناصب السياسية، أو أن تخاف من الناس، أو أن تخاف من بعد الجماهير عنك فتترك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. ثم يا أيها الداعية اعلم أنك تدعو إلى الله ولا تدعو إلى نفسك، فإن دعوت إلى نفسك فقد خبت وخسرت، ولن تدعو إلى الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. ثم عليك عبد الله أن تحبب الناس في السنة، وأن تدعو الناس إلى السنة، وأن تحذرهم من البدع، وأن تبين لهم شر البدع، وأن تقرر لهم البدع، وإلا فمتى يعلم الناس هذه البدع؟ هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الموفقون يسيرون. ثم عليك أن تعلم الناس كيف يعبدون الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا يكون بأسلوب حسن وبطريقة حسنة، بالرفق واللين والموعظة الحسنة. نعم، نتألف الناس بما لنا، بأخلاقنا، نعطيهم من أموالنا، نتنازل عن دنيانا، نتواضع للناس، نساعدهم، نعينهم، نشفع لهم من أجل أن نقربهم إلى دين الله. لكن لا يجوز لنا أن نتنازل عن دين الله أو نتنازل عن أصول دين الله عز وجل بحجة أن نتألف الناس، بحجة أن نتقرب من الناس. فيا أيها المؤمنون، عليكم بالتوحيد، عليكم بالسنة، عليكم بطاعة الله عز وجل على نور السنة. ويا أيها الدعاة، يا أيها الموفقون، احرصوا على أن تكون دعوتكم إلى التوحيد ظاهرة، وأن يعرفكم الناس بالدعوة إلى التوحيد. ولا نقول اقتصروا على هذا، بل انشروا الخير، عظوا الناس، علموا الناس الصلاة، علموا الناس الصوم، قربوهم إلى الله، خوفوهم، اذكروا لهم الجنة، اذكروا لهم النار. لكن ليكن معلم التوحيد واضحا في دعوتكم كما كان واضحا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأظهروا السنة في أفعالكم وأخلاقكم تفلحوا. أسأل الله عز وجل أن يوفق كل مؤمن ومؤمنة إلى أن يكون من أهل التوحيد ومن المعظمين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المتقربين إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. وأسأل الله عز وجل أن يجمع كلمة الدعاء على الحق والهدى، وأن يجعلنا جميعا معظمين لما عظمه الله وعظمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكفينا وساوس شياطين الإنس والجن، وأن يجعلنا ممن اعتصموا بحبل الله جميعا وحذروا من الفرقة. وإني أختم بوصية:
يا معاشر المؤمنين، ليتنازل كل واحد منا لأخيه في أمور الدنيا وفي الآراء، إلا إذا كان الأمر حراما أو واجبا فلا تنازل فيه. أما رأيي ورأيك أمر دنيوي لك وأمر دنيوي لي، فإن نتنازل من أجل جمع الكلمة والبعد عما يفرق الصف. يا رب اجمعنا على خير، يا رب اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.